السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا نحب نبدأ الفيديو الأول كده بالصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هبدأ معاكم كلامي في الفيديو زي ما انتم شايفين كده، صوتي مش قادرة أقول لكم ادعوا لي دعوة حلوة من قلبكم كده، عندي دور برد شديد جدا. هقول لكم بقى التفاصيل طول ما احنا بنتكلم كده في الفيديو، بس خلينا نبدأ الفيديو واقول لكم الفيديو فيه ايه. زي ما انتم شفتوا كده بدأت يوم ان انا طلعت لي الحفا والبطاطين وكل حاجة كانت على السرير حرفيا. اهوتها كده، طبعا انا ما غسلتش لسه ولا الحفا ولا بطاطين، انسوا الكلام ده، احنا لسه بنتغطى اصلا وسقعانين وحالتنا بالبلا. زي ما انتم شايفين عندي برد، الجو مش في استقرار خالص، ساعة برد ساعة حر ساعة نتغطى ساعة مفيش غطا. فاللي هو انا ما تحاولوش محدش يقول لي اغسلي بطاطين دلوقتي، بس خلاص يعني الجو بدأ يستقر اهو. بس انا زي ما انتم شايفين تعبانة جدا، وربنا يشيل عني يا رب. زي ما انتم شايفين هنا انا حطيت حافظة جديدة على المرتبة لانهم بقعوها، لقيتهم حاطين فيها بقعة. لما شلت بقى الكفر القديم ورحت حاطه الكفر الجديد ده وكنت جايباه، قلت هفرشه على العيد، بس طبعا انا ما لحقتش افرشه على العيد لان زي ما انتم شايفين كان في بقعة في المرتبة. حاولت انضفها وهي في البلكونة وسبتها تتهوى كويس قوي قوي قوي. طلعت المراتب كلها طبعا شمستها وخليت بقى ايه، يومنا النهارده كان كله بقى ايه تهوية لكل الفرش بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. هويت بقى للحفا والمراتب ولبستهم بقى ايه ال ال الكفرات الجديدة، عشان ايه خفت بقى ايه لا يبقعوها تاني. وحطيت فرش كده مؤقتا لغايه يوم الوقفه، هشيل بقى الفرش ده كله تاني. وايه قلت طبعا عشان ما يوسخوش الكفرات تاني. ده السرير التاني بقى اللي كان في الاوضه، انا غيرت النظام ده كله زي ما انتوا شايفين. طبعا انا ما صورتش معاكم اي حاجه من الروتينات ديت، بس انا غيرت اصلا نظام الشقة كله كله كله، والحمد لله اللهم لك الحمد. خلصت الشقة وخلصت روتينات العيد والمشقة والتعب والسجاد. انا حرفيا طلع عيني طلع عيني زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى كان يومنا، يعني عملت كل حاجة في الشقة، وهتشوفوا بقى الكارثة اللي حصلت معايا طبعا بعد الفطار. بس خلينا مع بعض كده الفيديو لحظة بلحظة. ده كان فطارنا، عملت لهم النهارده رز معمر وبط وايه فاصوليا بيضة، وزي ما انتم شايفين الخشاف والمشروبات طبعا دي الأساسية يومين في رمضان. انا كنت محضرة كل حاجة قبل ما انام عشان انا طبعا بنام متأخر وايه، وكل حاجة كانت جاهزة. هنا بقى طبعا بعد الفطار ببقى حاسة ان انا ايه بفرفر كده بفرفر من غير القهوة بتاعتي. هنا بقى رحت عاملة فنجان القهوة بتاعي، وقلت بقى ايه افوق كده واصحصح بعد الفطار لحسن ايه خلاص يعني. اليوم الطويل دوت كان محتاج ان انا افوق كده بحاجه. طبعا بعد الفطار بحس ضغط سويتي بشكل مش طبيعي عشان الصيام بيخليني طبعا مش قادره اشرب القهوه، فبشربها بقى ايه بعد الفطار مباشره. اول حاجه بعملها بنسى الدنيا بعد الفطار وهو فنجان القهوه الجميل ده. بصوا عايزه اقول لكم انا بسجل وانا صايمه دلوقتي هموت عليه. ده بقى اللي حصل لي. طبعا انا بعد الفطار فطرنا وشربت القهوه وروقت المطبخ وروقت الدنيا ونزلت رحت عند ماما كالعاده طبعا يوميا. الميه كانت قطعه وحضرتي نسيت الحنفيه مفتوحه قبل ما انزل، ورجعت لقيت الشقه عايمه زي ما انتوا شايفين كده. ارتاح ابدا ما ارتحتش بعد اليوم الطويل اللي انا عشته الصبح كده. وقلت ايه اي بقى نظفت المراتب وحلو حاجة عملتها. قلت بقى ايه اريح بعد الفطار، ورحت خدت كده المشروب الجميل بتاعي عند ماما، ورجعت لقيت الكارثة. فتحت باب الشقة اتخضيت واتصدمت، بس بحمد ربنا طبعا ان انا رجعت لقيت المية ما دخلتش في الاوض، لان لو دخلت في الاوض كانت هتخش تحت السراير وكانت هتبقى نصيبتي نصيبة تحت السراير مليانة مفارش وبطاطين والحفا، فكانت هتبقى نصيبتي كبيرة جدا. فطبعا بحمد ربنا بقول اللهم لك الحمد. انا كده كده كنت هغسل السجاد وكده كده كنت بنضف عشان العيد، وبس هو بقى ايه المفاجأة والصدمة. كده كده كل الحاجات دي كانت هتتشال وتتغسل. طبعا انا ما بغسلش بالمقشة ابدا السجاد بتاعي،
معلش الباب كان بيخبط. المهم انا كنت في ايه هنا، كنت بقول لكم ان انا طبعا لا يمكن بغسل بالمقشه، انا بس عشان كنت بوريكم بس ايه الغسيل وانا واقفه ماسكه الكاميرا في ايديا. طبعا لازم السجاد امرش امه كده بالسجاده لما محي بتهدي ودراعتي بتتخدل. والله يا ولاد انا حرفيا صحتي ضايعه على التنظيف. يلا اللهم لك الحمد يا رب، يجعله في ميزان حسناتنا يا رب. آه طبعا واخده علاج كتير جدا عشان البرد وهتحسن كده وصوتي يبقى حلو. ادعوا لي بقى دعوه حلوه من قلبكم كده بالله عليكم. طبعا اللي غيبني عنكم الفتره الطويله ديت، شهر رمضان بيكون ضغط عليا كبير جدا جدا جدا. هنا زي ما انتم شايفين كده انا لميت بسقطات الشقه اعزكم الله، بس حبيت ان انا اعيش معاكم روتين بس يوم زي كده عشان ايه، آم، يعني لازم حاجة زي كده، لازم ان انتوا تعرفوا ان لازم تتعمل في الحمام اولا. ويعني اكيد بنات كتير جميلة كده اشطر مني واحسن مني الف مرة، لازم ان احنا نعملها في الحمام. ويكون اليوم على الاقل روتين اسبوعي، يعني الباسكتات بتاعت الشقة ديت لازم يكون اليوم روتين اسبوعي، لان هي بتبقى نظيفة، احنا بنشوفها نظيفة وبنغير لها طبعا الاكياس بتاعتها يوميا، وبنرمي القمامة بتاعتها مع القمامة بتاعت المطبخ يوميا. بس لازم يكون ليها روتين عشان منع من الميكروب والجراثيم، اي جراثيم بتبقى يعني فيها. طبعا في اطفال في البيت بيحطوا ايديهم بيرموا منديل بيرموا حاجة، فنبعد عنهم اي حاجة. طبعا الاسبونشة اللي انا بغسل بيها ديت انا عاملاها مخصصة للحاجات ديت. والحوض الحمام طبعا التويلت ليه حاجة تانية خالص، سلك المواعين وبيترمي على طول. بس فانا لميت كده الباسكتات زي ما انتم شايفين، رحت غسلهم بقى كده ايه، خبطه واحده كده ورا ايه السجاد. قلت بقى ايه، هو مشقه بمشقه وتعب بتعب لما اسود بختي يعني في اليوم دوت. بس كده ايه، مش قادره اخد نفسي والله تعبانه قوي. زي ما كنت بقول لكم كده الروتين بتاع رمضان بيكون صعب عليا قوي قوي قوي. والله اللهم لك الحمد طبعا يا رب يجعله في ميزان حسناتي. وببقى ما عنديش الوقت ان انا طبعا منتج فيديو او بصور وبسيب على التليفون زي ما انتم شايفين كده. ما بيبقاش والله عندي الوقت خالص ان انا امنتج وانزل وارفع، وان انا اقعد جنب التليفون وارفع فيديو الكلام ده كله. بيبقى ورايا مليون الف حاجه، بلس كمان الدروس السنه دي. طبعا انا ما كانش يعني بشيل هم الدروس دي خالص، بس طبعا كل سنه ابني بيكبر ولازم يبقى فيه رعايه اكتر من كده. الدروس بقى السنه دي في شهر رمضان طبعا ده موال تاني خالص. فطبعا ايه، انا يعني مش عارفه اعمل ايه، اللهم لك الحمد. على قد ما بقدر ايه صورت وقلت بقى الحق نفسي. طبعا ايه الشاطره بقى اللي تلحق نفسها، طبعا ولا شاطره ولا 60 نيله. بنزل لكم اخر رمضان. ده بقى الباسكت بتاع المطبخ ليه طبعا تعامل خالص، بخليه اخر حاجه عشان ايه، الباسكت بتاعت الشقه كلها بتبقى نظيفه. غير طبعا يعني استعمالهم غير استعمال المطبخ، فاهميني؟ الباسكت المطبخ بيبقى حاجه تانية طبعا، بواقي اكل بواقي حاجه، غير الباسكت بتاعت الاوض بتبقى مناديل حاجات كده اللي هي فتافيت حاجه بتاع، بيبقوا نضاف. بس فانا ايه زي ما بقول لكم كده، ده تاثيري في شهر رمضان. ادعوا لي ان انا ما انقطعش عنكم تاني وعن التصوير، وان شاء الله يكون الفيديوهات اللي جايه تعجبكم اكتر من كده. طبعا استني رايحه فين، الروتين لسه ما خلص. هنا قلت بقى ايه اغسل البساقط كده زي ما انتم شايفين، وخليتهم زي الفل، وقلت اصفيهم بقى ايه واسيبهم يصفوا لغايه ايه ما اخلص بقيه الشغل بتاعي واروح مكيساهم بقى. طبعا كل دوت يعني اجزاء كده من روتينات العيد. بس ايه انا شاركت معاكم اللي انا ايه لقيته سهل وحبيت ان انا ايه اصوره يعني. غير كده انا انتوا طيبين يا جماعة، الأكل صايمة. الرسالة بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين. انا ايه اكيد صايمة. هي صايمة اللهم لك الحمد. ربنا يهديها يا رب، عشان خاطر ايه هي اول رمضان استعبطت كده كام يوم وفطرت يوم، بس دلوقتي ايه ربنا يهديها كده ايه صايمة. بس الحمد لله يا جماعة. انا طولت عليكم في غسيل الباسوكت ديت كده وسبتهم بقى يصفوا. وهخرج بقى ايه، قلت بالمرة اعمل سجادة او سجادتين كده بما اني غرقت الدنيا وعومتها. قلت بقى اغسل الحافظه ديت كمان زي ما انتوا شايفين، وغسلت سجادتين كمان معاها. طبعا مش انا اللي عومت الدنيا طبعا، هو كانت المفاجاه كده، بس قلت يلا رب مش عارفه ايه صدفه ايه مش عارفه ايه، المهم يعني هي اللي حصل.
طبعا ايه غسلت بقى السجاده اللي كان باقي، هي كانت باقيه الحافظه ديت وسجادتين كمان، فقلت يلا بقى بالمره بقى رحت غسلاهم وخلصت السجاد كله بتاع الشقه، وفرشت كده ايه. هتشوفوا دلوقتي اللي انا فرشته في الطرقه مؤقتا لغايه ما افرش يوم الوقفه بقى ايه السراير وايه وفرشت. يعني انا حاليا دلوقتي يعني يعني بمنتج الفيديو بسجل معاكم، انا حاليا فرشت خلاص السجاد والستاير، مش باقي غير السراير بقى ايه يوم الوقفه. طبعا زي ما انتم شفتوا الفرش اللي انا فرشته ده هسيبه لغايه يوم الوقفه. هنا بقى كنت بنضف بقى الحمام، ربنا يهديه جوزي عليا يا رب ويسقي لي فواصل السيراميك ديت لانها شكلها مستفز جدا والله. ده غصب عني. طبعا هنا كنت حاطه كده الفرش دوت زي ما انتم شايفين، حاجه كده كانت مؤقته على بال بس ايه ما كنت افرش السجاد اللي انا فرشته دلوقتي. رجعت شيلته تاني، ولما التاني نشف رحت فرشه ايه السجاد التاني، لان اصلا السيراميك لسه ساقع والدنيا يعني ايه الشقق رطبه لسه، ما نقدرش نقعد من غير سجاد، فاهميني. فهنا بقى كنت مشغله الغساله. طبعا الغساله ما بتطفيش لا عيد ولا غير عيد، ارحمونا ارحموني وارحموا الغساله يا جدعان. بس هنا زي ما انتم شايفين روقت المطبخ كده وخليته زي الفل. لسه طبعا ايه يعني مش عارفه هصور لكم بعد ما افرش فرش العيد ولا لا، مش عارفه هيكون ظروفي ايه وهيكون يومي شكله ايه وهيكون عندي الوقت ان انا اقدر اشارك معاكم دوت ولا لا. ادعوا لي. هنا بقى كان خلاص اللحظة بقى اللي كنت مستنياها، آخر اليوم خلاص اتسحرنا وخلصت شغل البيت وخلصت كل المية اللي انا غرقت فيها ديت. عايزة اقول لكم يعني انا في بعض السجاد كنت غسلاه الشهر اللي فات او قبل الشهر اللي فات، يعني قبل رمضان ما يبدأ، كنت عايزة اقول لكم غسلاه في عز التلج. ما انصحش اي حد ان هو يغسل سجاد في الساعة ديت ودوا المغسلة، رغم ان انا مش مع ان انتوا تودوا مغسلات خالص، بس تقدروا ان انتوا تأجلوها يعني خلاص، مش الضيوف داخلين خارجين يعني عندنا يا جدعان. انا رحت اتفلسفت كده وعملت 7 رجاله في بعض، قلت ابدا ما اقعدش وسجادي مش نضيف. رحت جاري يا اختي غسلاه في البرد لما ركبي خشبت، والله العظيم لما ركبي خشبت وعييت ساعتها ورحت طلع عيني، فرحت مأجله بقى بقيه السجاد. عملته بقى لما ايه الشقه غرقت زي ما انتوا شفتوا كده، اختكم متبهدله حرفيا. ادعوا لي بالله عليكم دعوه حلوه كده من القلب. احنا دلوقتي ليله القدر، دعوه كده من قلبكم ليله القدر، يا رب تكون من حد ومن نصيب يا رب ويتقبلها ربنا منكم وتكونوا دعوتكم مستجابه عني. هنا طبعا كان يومنا خلص وسحرنا، طلبوا مني شاي بلبن، اسكت لا طبعا، رحت مطلعه لهم من الكحك كده، قلت ادلعهم كده قبل العيد يعني. طبعا اللهم لك الحمد يا رب. عملنا كحك وقريبه وبيتزا فور وكل الحاجات الجميله بتاعت العيد. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، رب يجعله يا رب عيد سعيد عليكم يا رب، ويفرح قلبكم يا رب كلكم، ويفرح قلبك وصباعك الجميل ده اللي هتحطي لي اللايك الجميل، ويفرح قلبكم بكلامكم الجميل. والله العظيم بشكر كل حبايبي اللي بيسألوا عليا لما ما بعملش فيديوهات، والله العظيم انتوا بجد بتشجعوني وانتوا اللي بتخلوني ارجع تاني اعمل فيديوهات. انا ببقى والله مش تأثير مني، بس انا ببقى في وضع صعب وبيبقى يومي في حاجات كتير جدا جدا جدا، ونفسي بصراحة والله العظيم ان القناة تكبر عن كده ويكون تشجيع ليا طبعا. بس فادعوا لي بقى كده ان انا ما انقطعش عن القناه تاني. عملت لهم هنا بقى الشاي بلبن القمر كده، وقلت ايه خلاص انا قفلت المطبخ زي ما انتم شايفين، وايه هعمل لهم الشاي بلبن واغسل الكوبايتين الحلوين واريح بقى واخش تحت البطانيه، مش هقوم منها قبل اسبوع كمان بعد العيد بقى كده ان شاء الله. استنوني طبعا في فيديوهات جايه كتير، ويا رب اشارك معاكم كل لحظاتنا الحلوه والجميله. وانا كمان لسه بنزل والله اجيب لبس الفتره ديت، هنزل اجيب لهم بقى لبسي. قدرت اصور معاكم اللي انا يعني هقدر ان انا اصوره. انا جبت بعض الحاجات، لسه في حاجات كتير لسه، حاجات الوقفه والتوك بقى الريتال هانم، ونروح بقى الكوافير كده نروق على حالنا. واستنوني بقى في فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.